كمية نقص عند الزملكاوية، وقبل ما تشتموني اعرفوا ليه. الزملكاوية يعني الاهلاوية حبايبي، حتى اللي بيشتم منهم على قلبي زي العسل. كمية نقص عند الزملكاوية رهيبة. 3 حالات بيثبتوا الكلام اللي انا بقى هقوله دلوقتي ده يعني. بس يعني قبل ما اتكلم في ال3 حاجات دول، الزمالك مطلع اشاعات، وبقول اشاعات على انه مش هيحصل، ان هم عايزين تحكيم اجنبي في ماتش سيراميكا الماتش الاخير. والله 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 لو عملتها يا زمالك هبارك لك لو فزت باي بطولة بتحكيم اجنبي. بس انت عارف ومتأكد من جواك ان قسما برب العزة لو العدالة اتحققت والتحكيم عطاك حقك ما هتشوف اي حاجة في حياتك، لان انت من غيرهم ما تعرفش تعيش وما تعرفش تكسب وما تعرفش تزيد الزيطة اللي انت زيطها دلوقتي. ايه هم بقى ال3 حالات اللي يثبت ان الزملكاويه عندهم نقص، عندهم غل، عندهم حقد، مرضى نفسيين؟ اول حالة بيشمتوا في لاعب، طلعت اشاعة قال لك ده عنده صليبي. الحمد لله يعني امام عاشور ما عندوش حاجة. في نفس الوقت كان باريزا ده ولا بزيرة دوت اللي عندهم اتصاب. جماهير الاهلي خلاص سكتت، الله ايه ربنا يشفيه. وامثله كتير زمان كتير يعني، كتير كتير يعني. ماشي، دي حاله. تاني حاله انت بتتكلم على لقطه كهربا وهو رايح يشيل لاعب في فرقه تانية، وان ازاي يروح يعمل كده. يا اخي اتقي الله، فين الانسانيه، فين الرحمه؟ يا اخي اتقي الله، يا اخي حط ربنا قدامك، يا اخي يا اخي حط نفسك انت. لو انت اللي محتاج حد يساعدك وانا اهلاوي وانت لابس تيشيرت زمالك في الشارع، مش هشيلك؟ ده انا ابقى يهودي، والعكس صحيح، فانت يهودي. ماشي، فيعني مش عارف اقول لكم ايه. فانك تشمت في واحد يقول لك ده عنده صليبي، تقول يا ده احنا مستنيينها، فانت عندك نقص جواك محتاج تكمله. لقطة كهربا فانت يعني محتاج تكمله، كله مستني التالت. جابوا بن شرقي. لا بتكلم بجد. السبب التالت اللي يثبت ان الزملكاويه دول منافقين وضالين وبيحبوا يعيشوا الحرام، ان يعني كتر الافراط، ان انت تفرط، خد 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 يا زمالك، خد يا زمالك. لما تيجي في مره تلعب بجديه وما تديهوش، يقول لك ايه يا عم انت ما عطيتنيش ليه النهارده؟ اللي هو يعني اجباري، اللي هو ايه، بيلعب سموحه، حارس مرمى طلع زي اي حارس في العالم عايز يجيب جون. قال لك بص اللاعب اللي بيلعب لعب نضيف، بص اللي بيلعب معانا بيموت، بص اللي مش عارف ايه، انت عايزه يفوت؟ هو ده اسيوطي ولا اسماعيلي ولا اي فريق ولا حارس غزل المحله؟ راجل بيلعب يا عم، تطلع تشتمه بامه وبابوه واللاعب اللي بيلعب باخلاق اهو. وانت عايز ايه؟ عايش على الحرام طول عمرك؟ يا اخي مره ما عطاكش حرام، احمد ربنا وقول اهو بقى يمكن في فرصه توب. انما هتعيش على الحرام طول عمرك؟ يعني ده انتوا جماهير مستفزه، مش لاقي حد يطلع يقول حتى ايه يا جدعان فيها ايه، الراجل بيلعب لفرقته. واحد يقول لك ما هو بيلعبش على حاجه، وهو انبي لما ضيع مننا كان بيلعب على حاجه؟ المحله لما ضيع مننا كان بيلعب على حاجه؟ اتفرجت على ماتش ايفرتون والسيتي 3-2؟ اتفرجتوا؟ ايفرتون بتلعب على الدوري الانجليزي ولا حاجه، عايزه تتاهل لدوري ابطال اوروبا مثلا، عايزه تاخد المركز الثاني الثالث، مفيش، دي تلاقي التاسع او العاشر في الدوري. ليه؟ لان دي كوره. الفرق الانجليزيه كلها بتغل على بعض، الاخير زي الاول، الاول زي اللي في النص. العب، جاي انضفك زعلان عشان عايز تنضف؟ لما اجي اليفك واطلع الوساخه اللي جواك وعايز اطهرك، عشان لما تيجي تاخد بطوله اقول دي بطوله توحد ربنا من ال 14 دوري ولا ال 13 اللي انت اخدهم دول. يعني عايز اقول لك يا اخي خلي عندك بطولتين حلال، مش كله حرام كله حرام كله حرام. من كتر ما انت بتشوف الحرام في حياتك اخدت عليه لدرجه انك شايف الحلال عيب والحرام ما هو ده الصح. يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيتك، يخرب بيتك.